تعالوا بقى هنعمل مع بعض النهاردة شوية حواوشي زي بتاع المحلات وأحسن كمان. والطريقة دي هتخليكي تعملي في البيت وسهلة جدا وبسيطة، وبيطلع معاكي أحلى من بره بكتير وأوفر من بره وأنضف من بره كمان. يلا بقى نبدأ ونقول بسم الله. هنا معايا بقى ايه، أنا جايبة معايا كيلو إلا ربع لحمة مفرومة وفرمة عليها ربع كيلو دهن. تمام، يعني انت بتروحي للجزار بتجيبي كيلو الا ربع اللحمه وبتجيبي ربع كيلو دهن وتفرميهم. هنا حطيت عليهم نص كيلو بصل مفروم برضو، البصل فرماه في الكبه، وزي ما انتم شايفين كده اهو. هنحط طبعا على اللحمه المفرومه نص كيلو البصل ده، معايا كيلو الا ربع لحمه مفروم ومعايا ربع كيلو دهن، وحطاه عليه فرمه الاتنين على بعض، وحطيت عليهم نص كيلو البصل، وحطيت حوالي 5 أو 6 قرون فلفل رومي مقطعه صغير كده او تفرميه برضو لوحده في الكبه. وهنا معايا التوابل ايه بقى، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بابريكا، معلقه كزبره ناشفه، معلقه ملح، معلقه 7 بهارات، معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر. كده كل التوابل اللي عندك دي وبتحطيها. انا عن نفسي ما بستخدمش التوابل الجاهزه اللي بتجيبها من بره بتاع الحواوشي دي، لا انا بحط التوابل اللي عندي دي احسن بكتير. كده حطينا بقى التوابل. هنا بقى معايا السر بقى هنحطه دلوقتي مع بعض، ده اللي بيخلي اللحمه ما تكشش خالص. معلقه بيكنج باودر كده على اللحمه المفرومه او على خلطه الحواوشي دي، بتخلي معاكي اللحمه ما بتكشش خالص في العيش، زي ما بتحطيها وبتفرديها كده زي ما بتستوي وبتفضل مكانها. قلبي بقى، افضلي بقى ادعكيهم كده حلوين قوي مع بعض. يعني بصوا، اهم حاجه العجنه او دعك في اللحمه كده. متنساش بقى نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو عشان كل ما انزل فيديو يجيلك على طول. واكتبي لي بقى تعليق حلو كده وهستنى رايكم. وما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كده معانا خلاص، ده عجناهم حلوه قوي زي ما شفتوا. هنا بقى معايا العيش، انا بجيب العيش اللي هو البلدي من الفرن. انتوا عايزين تجيبوا العيش الابيض اللي هو الشامي براحتكم، انا عن نفسي بحب بالعيش ده اللي هو البلدي. بجيب كده العيش واجي فاتحاه بقى بالمقص، انا ولا بقص من العيش ولا اي حاجه، لا وانا بعمل الرغيف زي ما هو كده. بتيجي بتفتحيه عادي بالمقص كده، وبتاخدي كميه اللحمه يعني حته كويسه كده على قد الرغيف. انت بقى بيبقى لك نظريه او حاجه، بتاخدي الكميه المناسبه للرغيف، بتفرديها كده زي ما انت ما شايفه. بصوا اهو فرمنا. انا عن نفسي احنا ما بنحبش اللحمه كتير جدا في الرغيف، ما بنحبهوش كده، ما بنحبش اللحمه تخينه، لا بنحبها معقوله. خلاص فردنا بقى كله كده زي ما انتم ما شايفين اهو. افردي بقى افردي. انا الكميه دي عملت لي حوالي 12 رغيف او 15 رغيف، مش فاكره بالظبط. عملت لي كميه حلوه قوي. كميه اللحمه مع البصل مع الفلفل الاخضر ومع الدهن بتديكي كميه حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. دي كده الكميه اللي اتعملت معايا، وكان الرغيف طالع مليان مش خفيف ولا فاضي، لا كان مليان وهتشوفوا دلوقتي معايا. طبعا انا مسخنه الفرن وبسويه فين في الفرن، بسويه في الصاج بتاع الفرن. باجي حاطاه كده زي ما انتم ما شايفين اهو في قعر الفرن، في ارضيه الفرن من تحت، واجي حاطه فيه زيت يسخن، واجي مقلبه في قلبه كده العيش الحواوشي زي ما انتم ما شايفين، ياخد وش من تحت بتقلبيه، وبعد ما بتقلبيه من هنا ومن هنا بيتحمر معاكي، بيبقى بالشكل ده، وبيطلع معاكي بقى ناشف حلو قوي كده من بره وبيقرمش وطري من جوه. لو عملتي الطريقه دي وعجبتك اكتبي لي كومنت حلو بقى كده ودعوه حلوه. ولو وصلت لغايه هنا اعملي لي اشتراك للقناه بقى واللايك وشير كده للفيديو وفعلي لي زر الجرس. كده خلاص اهو. بصوا بنقسم بقى الرغيف، وهتشوفوا اللحمه من جوه ازاي، زي ما حطيتها ما كشتش ولا دخلت ولا لمت في الرغيف ولا اي حاجه، لا هي فضلت. بصوا اهي فضلت بسوى الرغيف زي ما انا فرداها وحطاها في الرغيف كده، فضلت زي ما هي. ده بقى بسبب ايه؟ بسبب معلقه البيكنج باودر اللي احنا حاطينها. المعلقه دي بتخلي اللحمه ما بتكشش خالص. ده سر من الاسرار اللي عرفتها من المطاعم. وبألف هنا والشفا. لو الطريقه عجبتك اكتبي لي كومنت حلو ودعوه حلو. هنا بقى انا عملت جنبه سلطه الطحينه كده